هاي هنا بعد ما طلعناها من الفرن أخذت لون ذهبي. شوفي قسم سويت على شكر حطيت ومبروش، وهاي شكل لفة الخميرة. وهنا قسم حطيت حبة البركة بيها. أتمنى تعجبكم وتجربوها. مرحبا متابعينا، أتمنى تكونون بخير. اليوم حسوي وياكم تشرك. أحتاج هنا 5 كواب طحين من هذا المقياس، 5 كواب حطيت. هنا عندي الخمرة راح أحطها بكوب مي دافي. هنا عندي عجنتها طبعا قوية شوية يرادلها. هنا خاشوقتين لو زبدة لو دهن. تمام. ونعجنها إلى أن نعمل العجينة بهالطريقة. ننعمها للعجينة. هاي بعد ما عجنتها شوفوا ما شاء الله شلون العجينة صارت نعمت بالدهن أو الزبد. اثنيناتهم طبعا هن يسوون العجينة ناعمة. أتركها ترتاح أقل شي من 3 ساعات إلى 4 ساعات. هسه الجو شوية بارد فتتحمل يعني إلى أن تضاعف حجمها للعجينة، ونشكلها وياكم بطريقة حلوة ومرتبة. أتمنى تعجبكم. هنا العجينة اختمرت عندي ما شاء الله. هسه نكورها شكل كرات، نحطهن نقسمهن بشكل متساوي وبعدين نلفها بهالطريقة متساويات. هسه نبدي نشكلها. بهاي الطريقة. هاي واحدة ثانية. بهاي الطريقة. نخلي مجال بين وحدة ووحدة لين بعدين راح تتخمر. نخمرها أقل شي فد ساعة ساعتين بهالطريقة. بعد ما يعني شكلناها بهالشكل نخليها ترتاح وبعدين نخبزها بالفرن. هاي هنا عندنا بعد ما تضاعف حجمها وخليتها ترتاح. هسه أرش عليها. أول مرة دهنتها بالبيض وأرش عليها شوية من حبة البركة. وراح أدخلها للفرن ونشوف النتيجة.